عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. وايه الاخبار؟ طبعا انتوا ايام امتحانات ومشغولين، انا عارفة بقى. ربنا يقويكم يا رب وينجح لكم اولادكم جميعا. فطبعا انتي محتاجة تعملي حاجات وتبقى عندك في البيت، علشان لما اولادك يجوعوا او يجي عندك ضيوف فجأة يلاقي عندك حاجة ممكن تقدميها مع القهوة او مع الشاي بلبن او الحليب، اي حاجة عندك تبقى موجودة في البيت وبيبقى خير وبركة. فهنعمل حاجة موفرة جدا، وكمان ما فيهاش خميرة ولا فيها بيض ولا فيها حليب. اهم حاجة بس المكون البسيط اللي معايا هو علبة زبادي. اهم حاجة اي نوع زبادي عندك مش هتفرق. تمام. مساء الفل يا جماعة، اهلا بكم، منورين الدنيا بحالها. حبايبي لو سمحتوا تشدوا تكبيس بنفس العلبه دي، ما ترميهاش. اللي انت حطيتي بيها علبه الزبادي هتمليها سكر اهو، وبعدين تضربيهم بالمضرب اليدوي ولا خلاط ولا اي حاجه. تمام. وبعد ما تنزليها كده بتنزلي عليها، هنحط كمان عليها ذره فانيليا كده، نقطتين فانيليا هضربهم. نفس حبيبه قلبي كاسه الزبادي اللي انا قلت لك ما ترميهاش، هتحطي فيها الزيت. تمام. وهتضربيها كمان. نفس العلبه اللي احنا بنعاير بيها كل حاجه هنعاير بيها برضو الدقيق. هننزل باول كاسه. تمام. وتاني كاسه وتالت كاسه وربع كاسة وخامس كاسة. هتقلبي برضو بالمضرب اليدوي بتاعك، ولا محتاجة خلاط ولا اي حاجة اهو. تمام. هتحطي برضو ذرة ذرة ملح، مش كتير طبعا. وهتحطي معلقة صغيرة بيكنج باودر. بصي انا حطيت نص معلقه، مش بحب احط كتير اهي. وتقعدي تقلبيها كده، وهي كده خلاص البسكوت جاهز معانا للتشكيل. هنشيل بقى دوت ونعمل بايدينا. نحط نقطه زيت يا بنات هنا في الصينيه بتاعتنا حابينها اهي. حبيبه قلبي جبت صينيه وحطيت فيها دهنه زيت، وبعد كده بعملها. انا بقولك على طريقه، ولا تجيبي بقى حاجات بتاعه المحترفين والحاجات دي. بقولك حاجات بسيطه جدا تنفع من غير اي حاجه. انت هتحطيها بين ايديكي كده، تلفيها دايره، بعد كده تلفيها كده. بصي يا ماما اللفه كده بالطول كده، كانك بتعملي كفته بالظبط اهي. بعد كده بتتكي عليها ايه حبه كمان. تمام اهي. وبتعمليها وتخلصي صينيتك وتحطيها في الفرن. هوريكي اما تخلص اهو. اعمل لك واحده كمان، تلفيها كده اهو. بعد كده تلفيها كده بين ايديكي كده كده كانك بتعملي كفتايه بالظبط. بعد كده بتك عليها ببطن ايدي اهي. بصي ولا صعبه ولا بقى تجيبي حاجات وكده واللي بتعمل اشكال. لو انت عندك اوكي اعمليها بالاشكال دي، حاجه روعه. بس انا قلت اعمل اللي ما عندوش اي امكانيات في البيت. عملتيها بايدك، عملتيها بمضرب السلك، هتبقى روعه. تمام. هكمل الصينيه وارجع لك تاني. حبايبي عملت ايه؟ سويته على درجه حراره 180، ولعت من تحت ومن فوق. وبعد كده رحت بصي، لو انت الشبكه اللي في النص قريبه من فوق ما تولعيش النار اللي من فوق في الاول، ولعي اللي من تحت. بعد كده 5 دقايق بصي عليه، ولعي بعد كده اللي من فوق. وبعد كده هيطلع معاكي زي ما انت شايفه. بصي روعه وجميل ازاي وبيقرمش. ممكن تاكليه ساده زي ما هو كده، بس اللي انا بقول لك افكار تعمليها لضيوفك ولحبايبك وولادك. هتسيحي دوت في برام ميه. انا عملته في برام كده علشان يفضل محتفظ بالحراره. تمام. وبعد كده بنزل كده الشوكولات كده بتلفيها عليها اهي. وبجهز شبكه زي دي، شبكه بتاعت فرن بتاعت اي حاجه عندك. تمام اهو.
بعد كده انت بتحطيه على الشبكه ليه؟ علشان تنزل الشوكولاته الزياده اهو. لو انت عندك بقى مكسرات ممكن تحطي مكسرات، انا ممكن اقول لك على فكره مكسرات اهي. تمام بصي، بس يا ريت تحطي المكسرات قبل ايه؟ قبل ما الشوكولاته تجمد معاكي عشان تمسك كده. ممكن ازود عليها نقطه اهو، ممكن عشان تمسك اهي لو انت عايزه. مش عايزه براحتك، انا بقولك افكار وتعتمديها او لا براحتك جدا. هكمل واوريكي في الاخر هعمل ايه. وبعد ما استوى وجماله طالع عامل ازاي، وخلي بالك اوعي تحرقيه. بعد كده بتروحي جايبه الشوكليت دوت. بتعملي ايه؟ بتجيبي واحد فخار كده وتحطيه في حمام ميه وتحطي معاه معلقه زبده، وتروحي نازله كده راميه البسكوته جوه الشوكليت كده، وتروحي لفاها ومطلعاها اهو اهو، وتروحي حطها على شبكه كده، وبتروحي جايبه معاكي سوداني مقشر مكسر، معاكي لوز، اي حاجه. ممكن تعملي نصها زي دي. انا بقولك افكار وانت هتعملي احسن مني. وتابعيني وشكرا ليكي، واوعي تنسي الاعجاب وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس.